بقدر ما نروح احنا وياكم الى محافظة ديالى نشوف ندوة ثقافية لمركز الإرشاد والتدريب الزراعي. نتحدث عن الزراعة وهذه التفاصيل مع نوار البياتي. تلقى فيه المعرفة مع هموم الأرض وتتصافح فيه الرؤية العلمية مع نبض الواقع. نظم المركز الإرشادي والتدريب الزراعي في محافظة ديالى وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية والقصر الثقافي في المحافظة ندوة علمية ثقافية حملت عنوان أمطار آذار فرصة أخيرة للنجاة من الجفاف محافظة ديالى انموذجا. قامت هكذا ندوات ما يسهم بتثقيف وتوعية المواطن والمزارع العراقي بصورة عامة ومزارعي محافظة ديالى بصورة خاصة لاستخدام طرق الري الحديثة والاستخدام الأمثل وعدم هدر المياه وعدم التجاوز على المصادر المائية أو الحصص المائية المخصصة لهم لضمان وفرة والحفاظ على الأمن المائي للمواسم القادمة. بمناسبة اليوم العالمي لأمن الأرض نظمنا ندوة ثقافية حول أمطار آذار، هل هي رية فطام أم الهروب من الجفاف اللي يصيب محافظة ديالى. اليوم عرجنا على مواضيع كثيرة ويعني من أهمها هي موضوع الوفرة المائية واستدامة المياه في نهر ديالى، وإمكانية أنه شلون نحافظ على هذا المنسوب المياه وحتى نعبر هاي فصل الصيف القادم والشحل يعني المياه اللي عانى منها العراق بشكل خاص. الندوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية حيث تتزايد التحديات المناخية وتشتد أزمة شح المياه لتكون بمثابة وقفة علمية جادة تسعى إلى قراءة الواقع المائي والزراعي في المحافظة واستثمار ما تبقى من فرص لإنقاذ الموسم الزراعي في المحافظة. استنادا إلى توجيهات دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي بأهمية التعاون مع الدوائر مختلف الدوائر في محافظة ديالى، استضاف المركز الإرشادي التدريب الزراعي في محافظة ديالى ندوة علمية أقامها المركز الثقافي في محافظة ديالى وكذلك مديرية الموارد المائية بخصوص معالجة المياه الأمطار التي هطلت مؤخرا وكيفية الاستفادة منها. هذه الندوة جاءت في توقيت بالغ الأهمية حيث تزداد التحديات المناخية وتشتد أزمة شح المياه لتكون بمثابة وقفة علمية جادة. خرجت هذه الندوة الثقافية بجملة من التوصيات التي ركزت على دعم القطاع الزراعي وتبني استراتيجيات حديثة لإدارة المياه بما يضمن استثمار كل قطرة مطر قبل أن تضيع مع الزمن. لبرنامج صباح كربلاء، نوار البياتي، محافظة ديالى.